وبنرجع مرة تانية للعنة المومياوات واللي شكله ريك أوكونيل بعد ما اتجوز إيفا مش ناويين يجيبوها البر. أيوة، هيصحوا مومياوات تاني وهيكون في خناقة كبيرة قوي بين ملوك الفراعنة وهم محشورين في النص من غير أي 30 لازمة، وليلة كبيرة قوي ساعتها، وابنهم كمان هيتسرق في الزحمة كده وهيشوفوا أيام سودا. تعالوا نشوف. في البداية أحب أقول لك إنك بتتفرج على أقوى قناة تلخيص أفلام أجنبي في مصر. ببساطة كده إحنا بنجيب لك الفيلم الساعة أو نص ساعتين في 10-12 دقيقة بطريقة سلسة ومبسطة وسريعة. فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات اتأكد إنك عملت اشتراك في القناة وخد لك كده لفة على الحلقات اللي فاتت وفعل الجرس عشان يجيلك إشعارات بالحلقات اللي جاية إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ده مش هوصيك بقى تعمل لايك لأنه أكبر دعم لينا وأكبر دليل إن الفيديو فعلا عجبك. بيبدأ الفيلم سنة 3000 تقريبا قبل الميلاد، وبيكون في صوت في الخلفية بيحكي انه كان في محارب شرس اتسمى بالمحارب العقرب، وكان معاه جيش ضخم قوي وبيدخل حرب استمرت ل7 سنين، وفي نهاية الحرب دي بيتهزم الملك ده وبيطرد هو وجيشه في الصحراء. وبيقول ان الناس اللي اتبقت من جيشه وقع واحد ورا التاني في الصحراء ومتبقاش الا هو بس، لحد ما عقد اتفاق مع اله الموت اوتوبيس وهو انه يخلصه من اعدائه مقابل انه يهب له روحه للابد. وفعلا ظهر فجأة عقرب فأكلوا المحارب ده وبدأت الدنيا تخضر حواليه، وده معناه إن الإله أونوبيس والعياذ بالله وافق على الاتفاق ده وأنقذه من الموت، وفعلا رجع للحرب مرة تانية. ولما انتصر الملك العقرب في الحرب بتاعته دي أخذ الإله أونوبيس روحه لخدمته للأبد. وبنروح لسنة 1933 وبنكون في مصر وبنشوف ريك في مكان كده وماشي بحذر، وفجأة بيلاقي قدامه ولد صغير وبنعرف إن ابنه أليكس، وبتكون إيفا كمان معاهم في المكان، وبيشوفوا على الأرض عدد كبير من العقارب اللي لونها أسود وغريب، وبنعرف انهم بيدوروا على حاجه شافتها ايفا في حلم حلمت بيه من 3 شهور ومش عارفين يناموا من وقتها. وبنشوف مجموعه ناس تانية بيدوروا على ريك، وبيكون أليكس في مكان عالي كده ومتداري منهم وبيسمع كلامهم انهم عايزين ينتقموا من ابوه. وبتكون ايفا وريك ماشيين في طريق كده، وايفا عارفه الطريق ده منين بس ما تعرفش هي عارفه ازاي. وبيكون أليكس بيضرب الناس اللي جايين ينتقموا من ابوه دول بنبله كده وبيتدرب بسرعه اول ما بيضرب. وفجأة بتبدأ العقارب تطلع على رجلين الناس دي، والناحية التانية بتكون إيفا وصلت لشعار كده وبتعرف إن شعار الملك العقرب، وإن الباحثين ما قدروش يوصلوا لأي معلومات عنه، وبيبقى في صندوق كده وعايزين يفتحوه، وإيفا هي بس اللي بتعرف تفتحه إزاي، وبيلاقوا جواه اسورة اسمها اسورة أونوبيس. والناحية التانية لما المجموعة دي بتشوف أليكس وبيعرفوا إن هو اللي كان بيضرب عليهم الطوب بيبقوا عايزين يوصلوا له، لكن المكان كله بيتهز فجأة وبيجري منهم أليكس. وفجأة وقبل ما بيوصل المجموعة دي لأليكس بيتهز المكان مرة تانية بس المرة دي جامد، وبتدخل مية بكميات كبيرة قوي على إيفا وريك وبيتزنقوا في المية والمكان بيتقفل عليهم. واليكس بيهرب من المجموعه اللي كانت بتجري وراه وبيلاقي نفسه تسبب من غير قصد انه يخبط جدار كده وبيفتح الحيطه لابوه وامه وبينقذهم من الموت. وبيروح المشهد لمجموعه تانية من الناس اللي بتفحر في الارض بشويه عمال وبيدوروا على حاجه معينه، لكنهم لفتره طويله مش بيلاقوا حاجه لحد ما فجاه بتتهز الحته دي بالمنظر الغريب ده وبيطلع منها كميه صراصير كتير قوي وبتهرب كل العمال بسرعه وبيموت منهم عدد كبير لحد ما واحد منهم بيقول لقيناه، وفعلا بيلاقوا تمثال قديم وكبير وبيقدروا يطلعوه من مكانه. وبيجي عليهم مجموعة تانية وبيكونوا بيدوروا على نفس الحاجة وهو التمثال أمحطب، ولكن بيكون ناقص الأسورة واللي المجموعتين بيدوروا عليها. بيكون في اختلاف بين المجموعتين مين اللي هيحتفظ بالتمثال ده. وبنشوف أردوس باي الحارس للمومياوات اللي كان معانا في الجزء الأولاني واقف وسط الناس كده وشايف وسامع كل اللي بيتقال. بنرجع لإيفا وريك اللي بياخدوا الصندوق اللي فيه الأسورة معاهم من البيت، وبتقول له إنه بيتبعث كل 5000 سنة ولو محدش قتله ممكن يدمر العالم. وبيشوف أليكس ابنهم الصندوق ومش بيكون عارف ده إيه، وبيبقى عنده الفضول إنه يفتحه ويعرف إيه اللي فيه. بيفتحه فعلا وبيلاقوا جواه صورة الملك العقرب، وهنا إحنا بنعرف إنها كانت بتتكلم عن الملك العقرب اللي بيحيا كل 5000 سنة واللي لو ما قتلناهوش هيدمر العالم. واول ما بيحط أليكس الاسوره على ايده بتتقفل على ايده جامد كده، وفجاه بيظهر له اماكن وحاجات غريبه فرعونيه وهو مش بيكون فاهم حاجه. وفي الوضع ده بيكون ابوه وامه واقفين بيتكلموا لكن بيحسوا بحاجه غريبه او حد غريب بيدخل عليهم، فبينادوا عليه لكنه بيروح بسرعه للصندوق وبيحط فيه اي حاجه كده وخلاص مكان الاسوره وبيقفله لانه مش عارف يخلعها من ايده. وبنشوف مجموعه من الحرس اللي بيدخلوا عليهم البيت وبيمسكوا بجوناثان اخو ايفا وبيسالوه عن الاسوره وهو ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، فبيهددوه بالقتل ولكن فعلا ما بيكونش عارف حاجه. وبيظهر مع الحرس دول انك حبيبه الفرعون امحطب اللي كانت خانت الملك معاه في الجزء الاول فاكر، وبتكون شايله تعبان لونه اسود وشكله مرعب بتخوف بيه جوناثان عشان يتكلم لكنه ما بيكونش عنده حاجه يقولها. وبيروح ريك عليهم عشان يشوف في ايه، وبتروح ايفا على أليكس ومعاه الصندوق وبيجي عليهم الاخ ده وهو خادم للفرعون وبيقول لهم انه عايز الصندوق ده حالا، لكن ايفا بتقول له اطلع بره بيتي، لكن بيكون معاه حراس كتير فبتغير رايها بسرعه. وبيبدا ريك بيضرب الناس اللي ماسكين جوناثان دول وبيحاول ينقذه، وكمان ايفا بتنزل
ضرب في الحرس اللي كان قدامها دول، ولا هي ولا أليكس ابنها عارفين هي اتعلمت ده فين وازاي. وفجأة بيجي عليهم أرض سباي اللي جاي يدافع عنهم وبيكون معاه أسلحة، وبيقول لهم ما ينفعش ياخدوا الصندوق لما بيعرف ان فيه اسوره انوبيس، لانه عارف خطوره انهم ياخدوا الاسوره دي. وبيخطف الحرس ايفا وبيهربوا، وبيطلع جونسون اللي كان مستخبي في البانيو، وبيطلع جري ريك ورا ايفا اللي خطفوها في عربيه، وبيطمن ان ابنه بخير. وبعدين بيحاول يفهم من ارض سباي اللي بيحصل، وبيروحوا كلهم لامين المتحف علشان يقول لهم يوصلوا لهم ازاي. وهم بيتكلموا عن خطوره ان تبقى الاسوره معاهم. بيتكلم اليكس وبيكشف عن ايده اللي فيها الاسوره، وبيقول لهم انا لبستها فضول، ولما لبستها شفت الاهرامات والنيل وحاجات تانية. فبيقول له ارض سباي بما انه لبس الاسوره فاحنا قدامنا 7 ايام بس على ما يصحى الملك العقرب، ولو ما اتقتلش هيحيي جيش انوبيس وده ممكن يدمر الارض كلها. وعشان كده جت مجموعه من الناس يحيوا امحتب لانه الوحيد اللي يقدر يقضي على الملك العقرب. وبنروح لايفا اللي بتكون متربطه كده وبيتعمل بها طقوس دينيه عشان يحيوا امحتب، وبيروح لنفس المكان ريك والمجموعه اللي معاه. وبنشوف لما الطقوس بتتعمل بيصحى مومياوات كتير من الموت وبتبدا تتحرك، وفجاه بيصحى امحتب من التحنيط اللي كان فيه وبيسال احنا في سنه كام، فبيقولوا له احنا في عام العقرب. وبيقف امحتب قدام انيك وبيسلم عليها وبيقول لها انها بس ملكه جسم حبيبته لكنه هيحيي روحها قريب. وبيكون الخدام بتوعه بيجهزوا كده علشان يهدوا اسوره انوبيس، لكن لما بيفتحوا الصندوق مش بيلاقوها فيه. وفجاه بيظهر ريك وبيفك ايفا ومعاهم ارض سباي وجوناثان وبيهجموا عليهم وبيضربوا بعض شويه حلوين. وبيروح امحتب وبيشيل رماد بعض المومياوات كده وبيامرهم انهم يحيوا مره تانية، وفعلا بيطلع عليهم المومياوات الاقوياء اللي كانوا في الجزء الاول دول. اوعى تقول لي انت لسه ما عملتش لايك ولا عملت اشتراك في القناه يا عم. ماشي. وبيخلع ريكو اللي معاه بسرعه وبيخرجوا، وبتكون ايفا بتحط حاجه ورا الباب كده قال يعني بتعطلهم، فبياخدها ريك من ايديها وبيقول لها بتعملي ايه يا حبيبتي، الناس دي مش بتستعمل الابواب. وبيركبوا اتوبيس نقل دورين بيكون جوناثان الفالح مجهزه والمومياوات دي بتجري وراهم، وبيكون ريك ماسك رشاش كده وبيضرب فيهم من اخر الاتوبيس، لكنهم بيكونوا سريعين قوي وبيكونوا في كل مكان وبيضربوا في ريك وارض سباي كتير. وجوناثان بيتخانق مع السواقين اللي في الطريق عشان هو ماشي غلط وبيخبط فيهم، وبيكون لسه ريك بيحاول يقاومهم ويضرب في واحد منهم كده لحد ما بيقدروا يقضوا عليهم في الاخر. لكن برضه بيتخطف اليكس ابنهم في عربيه ومش بيقدروا يلحقوه. وبيقول خادم امحتب ان الاسوره معاهم، فبيقول لامحتب لما نوصل شير هستعيد كل قوايا. وبيكون ريك وايفا قلقانين قوي على اليكس، لكن ارض سباي بيطمنهم انهم مش هيقدروا يأذوه طول ما هو لابس الاسوره. وبنشوف قطر كده وبيكون امحتب وكل رجالته فيه عشان يروحوا شير دي، وده مكان في مصر غالبا في الاقصر. وبنروح لاليكس اللي بيكون لسانه طويل ومش خايف منهم وعارف انهم مش هيقدروا يعملوا له حاجه لان معاه الاسوره، لكنهم ما يعرفوش. وبيقول للخادم ياخدوه للملك امحتب، وبيروح فعلا لامحتب وبيكون لابس قناع وبيقول له انت لازم تدلني على الطريق، وبما ان الاسوره معاك فهي هتوضح لك الطريق الصح، واعرف ان بما انك لبستها فانت لازم تدخل الهرم والا الاسوره دي هتتسبب في موتك. لما بيقلع القناع من على وشه بيخاف منه اليكس، وبيكون في مجموعه من قطاعين الطرق بيجي عليهم عشان يعملوا مصلحه، ومعاهم صندوق كده مكتوب عليه ان الصندوق ده اللي هيفتحه هيموت. فبتحبسهم انيك مع امحتب وبيكون بيتهجم عليهم امحتب، لكن انيك من ورا الباب بتقول لهم بسرعه افتحوا الصندوق وهو هينقذكم. وطبعا بتضحك عليهم عشان يفتحوا الصندوق، ولما بيفتحوا الصندوق وهو كده كده امحتب هيمص دمهم عشان يرجع شكله طبيعي تاني. بنكون مع ريك وارض سباي اللي بيحاولوا يشوفوا طريقه يوصلوا بيها لأمشير اسرع من امحتب اللي في القطر. وبيروح الواحد اسمه ايزي صاحب ريك من زمان وبيقول له عايز اوصل في اسرع وقت وهدفع لك المره دي، وبيعطيه حاجه ذهب كده. وبيتحرك ايزي وبيجهز له الاله بتاعته، وبنشوف انه مجهز منطاد ضخم وبيقول لهم ده اسرع من شكله تعالوا بس. وبيروحوا كلهم فعلا وبيركبوا المنطاد. وبتكون ايفا خايفه وزعلانه قوي على اليكس، لكن ريك بيطمنها وبيوعدها انه هيرجعه لها مهما حصل وانه ذكي وهيعرف يتصرف. وبنروح لاليكس اللي بيكون قاعد مع الحارس ده اللي بيكون اليكس بينرفزه بكلامه، وقبل ما بيتعصب عليه بيقول له انه عايز يروح الحمام، ولما بياخده للحمام ما بيرضاش يعمل حاجه الا لما يطلعه بره الحمام لانه مش واثق فيه وهيبص عليه. ولما بيطلع الحارس بره بيبص اليكس على قاعده الحمام بيلاقي انها على طريق القطر على طول، فبيشد فرامل الطوارئ اللي في القطر، وفجاه بيقف القطر وبيقدر يهرب اليكس من القطر وسط ضرب نار من الحراس. وبيشوف امحتب كل اللي بيحصل ده، وبكده بيهرب اليكس منهم جوه متحف كده تقريبا في الاقصر. وبتكون الاسوره برضه بتوري له الطريق لكنه بيقدر يوصل له تاني امحتب. وبتكون ايفا واقفه سرحانه وبتشوف حاجه غريبه، وهو انها هي وانيك كانوا موجودين مع بعض ايام ابوها الفرعوني الملك وانها بنته. وبتبقى مستغربه قوي ايفا لانها شايفه ده كانه بيحصل فعلا. وبتكمل خناق مع انيك في العصر القديم ده، لكن انيك بتكون اقوى منها وبتتغلب عليها، وبيكون ابوها الملك فخور بيها. وبتشوف امحتب وانيك وهما بيبصوا لبعض بصه اعجاب. انيك المفروض انها في الوقت ده كانت زوجة ابوها الملك. وبعد شويه بتشوف لحظه الخيانه اللي حصلت في اول
اول الجزء الاول من الفيلم لما انك خانت ابو ايفا الملك مع امحتب وقتلوا ابوها الملك هما الاثنين. ولما بتحكي ايفا لريك وارض سباي بيفهم ارض سباي كل ده وانه كان متوقع كل ده، وبيروح لاليكس اللي بيطلب من الحارس ميه، ولما بيعطيه الميه بطريقه مهينه بيكون اليكس ذكي قوي، بيستخدم الميه وبيحطها على الرمل علشان يبعت لهم رساله وبيعرفهم بيها هو فين. وفعلا بيوصل ريك واللي معاه للمكان وبتشوف ايفا القلعه اللي عملها اليكس ابنهم من الرمل، وده دليل انهم في معبد فيلة، وكل شويه بيكون عامل لهم تمثال عن المكان اللي راحوا ليه عشان يقدروا يوصلوا له. وبيكون ارض سباي معاه نسر كده وبيبعت بيه الرسائل لباقي جيشه وبيعرفهم اخر الاخبار اول باول. وبيشوف الحارس بتاع اليكس اللي بيعمله وبيدوس على التمثال اللي بيعمله المره دي، وبيعرف امحتب مكان المنطاد اللي فيه ريك وفريقه، وبيقوم عليهم ميه النيل بقوه خارقه. لكن ايزي سواق المنطاد لما بيشوف المنظر بيكون عنده اوبشن في المنطاد اسمه سرعه الصاروخ، ودي قوه في المنطاد بتخليه يجري بسرعه كبيره قوي، وبيحاول يهرب من الموج العالي قوي ده اللي عمله امحتب عشان يخلص عليهم. واخيرا بيوصلوا لأمشير، ولكن الموج العالي اللي بيعمله امحتب لسه بيهاجمهم، لكن المره دي فعلا بيخبطهم وبيتعطل المنطاد وبيقع بيهم على الارض. فبيقول له ريك انت تقدر تصلحه يا ايزي واحنا هنكمل مهمتنا، وشويه كلام تحفيزي كده. وارض سباي بيكون باعت حرس النسر بتاعه برساله، لكن في حد بيصطاد حرس وبيقول لهم انه لازم يروح يبلغ القاده بالاخبار، لكن ريك بيطلب منه يفضل معاه لانه محتاجه عشان يرجع ابنه. فبيوافق ارض سباي انه يفضل معاه علشان يرجع ابنه، وبيشكروا ريك على ده. وبنشوف ناس كتير ماشيين كده في منطقه غامضه زي غابه، من ضمنهم ريك وفريقه، وبيكون الناس اللي ماشيين دول بيسمعوا اصوات غريبه في المكان، وبيكون الكل قلقان وخايف. وفجاه بيظهر مخلوقات غريبه كده وقصيره لكنها شرسه وبتنزل في كل ضرب، واللي بتطوله بتموته. بيكون الحارس ده كل شغله الشاغل هو انه يلاقي اليكس اللي هرب منه عشان عايز يخلص عليه، وبيكون ريك بيدور عليه لما بيسمع استغاثته. ولما بيوصل له الحارس قبل ما يضربه بيعدي ريك من قدامه وبيشيل اليكس على كتفه كده وبيجري. وبيكون الكائنات دي بتموت في الجنود دول بكل الطرق وباي شكل. وبيوصل ارض سباي للحارس اللي كان عايز يخلص على اليكس ده، وبيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض شويه حلوين، لكن في الاخر بيقدر ارض سباي يخلص عليه. اليكس اخيرا بيرجع لامه اللي بتكون فرحانه قوي برجوعه، لكن اليكس بيقول لها بسرعه يا امي لازم نروح للهرم بسرعه قبل الشروق، والا الاسوره دي هتتسبب في موتي. وبيكونوا كلهم وبيجروا وراهم المخلوقات دي، وبيعدوا من على جسر كده، ولما بيجي المخلوقات دي تعدي من وراهم بيرموا عليهم قنبله فبتنفجر فيهم وبتقع بيهم المعديه دي، وبيبقى خلاص الشمس هتشرق. لكن ريك بيشيل اليكس بسرعه وبيجري باقصى ما عنده، وفعلا بيوصلوا للهرم وبتكون اشعه الشمس زي ما تكون بتجري وراهم، لكنهم بيقدروا يوصلوا. بينط ريك جوه الهرم كده قبل ما تلحقوا، واخيرا بتتقلع الاسوره من ايد اليكس وبيرميها بعيد عنه كده وهو متغاظ منها. وفجاه وهم قاعدين بتيجي انيك وبدون اي مقدمات وبتضرب ايفا بسكينه ببطنها وبتاخد الكتاب ده وبتمشي. وطبعا ريك وكلهم بيروحوا جري على ايفا، هم زعلانين ومش مستوعبين اللي بيحصل. وبيزعل قوي ريك على ايفا وبيعيط اليكس على كتف خاله جوناثان. ولما بندخل للقصر اللي فيه امحتب بنلاقي ان حاجه كده زي غبار اسود هجمت عليه، وبيقول امحتب لانيك ان الاله العظيم انوبيس اخذ القوه اللي كانت فيا. وبيروح الخادم بتاعه ده ويلبس الاسوره اللي لقاها من شويه، وبيروح لتمثال الملك العقرب وبيحط ايده في فتحه كده بالاسوره، وبيتغير فجاه لون المكان كله للون ذهبي، ومش بيقدر يطلع ايده الخادم ده مره تانية. وبيروح ريك للمكان عشان ينتقم لايفا، وبيقول الخادم ده لريك لما بيدخل عليه انه اطلق جيش انوبيس، وبيطلع ايده بيلاقيها عظم بس من غير اسوره ولا لحم. وبنشوف جبل ضخم كده بينزل على الارض وبيتحول لوحوش عباره عن جيوش ضخمه وصعبه، وهم دول جيش انوبيس. وبنروح تاني لريك اللي عايز يقتل امحتب وينتقم لايفا وبيهجم عليه، وبما انه ما عادش فيه اي قوه خارجيه فكانت الخناقه متكافئه الى حد ما، وبيضربوا بعض شويه حلوين، وبيكون جيش انوبيس جاهز يموت اي حد في طريقه. وبيكون في مواجهته جيش ارض سباي اللي كان بيجمعه، وبيكون اليكس معاه الكتاب اللي كانت انيك اخدته منه وبيقرا منه. وفعلا لما بيقرا تعويذه معينه بيتبخر الجيش اللي كان بيهجم على ارض سباي في ثانيه واحده. وبتكون انيك بتهاجم جوناثان، لكن ايفا بتحيا مره تانية وبتروح لانيك وبتقول لها ليه ما تتخانقيش مع حد قدك يا حلوه. وبتقول له جوناثان واليكس روحوا ساعدوا ريك وانا هنا هبقى كويسه. وفجاه ريك وامحتب بيكسروا ببعض، بيتفتح باب كده وبيخرج منه الملك العقرب، واللي بيكون شكله بس مرعب، ما بالك بقوته عامله ازاي. كفايه يقول لك انه بمجرد ما قرب من امحتب سجد له امحتب وقال له انا الخادم بتاعك واوامرك يا سيدي. فبيروح علشان يخلص على ريك اللي بيهرب منه بسرعه. وبتكون ايفا وانيك بيضربوا ببعض شويه حلوين، بس بتكون ايفا اقوى بكتير من قبل كده. ولما بنروح لارض سباي بيكون جه عليه جيش تاني كبير قوي وضخم قوي اكتر من الاول، ومش مستوعب هيعمل ايه مع كل ده، لكنه مش بيستسلم. بنرجع لريك اللي بيعرف ان العصا الذهبيه اللي كانت مع جوناثان هي الحل، وان لو قتل الملك العقرب بيها جيشه كله هيكون تابع للي هيقتله بيه. وفعلا بيلاقي جوناثان
الرمح ده وبيرميه لريك عشان يقتله بيه، لكن اموحوتب بيلحقه قبل ما يوصل لريك عشان يقتل هو بيه الملك العقرب، ويبقى جيش انوبيس تابع ليه هو ويغزو بيه العالم. ولما بيرميه على الملك العقرب عشان يموته بيلحقها ريك على اخر لحظه قبل ما توصل للملك العقرب وتقتله، وبيقتله هو بيها وبيقول له موت انت وكل تابعينك واذهب للجحيم يا ابن الكلب يا واطي. وفعلا بيموت الملك العقرب وبيموت الجيش الكبير قوي بتاعه اللي كان بيهجم على ارض سباي في لحظه واحده، وبيعرف ارض سباي ان ريك نجح في قتل الملك العقرب، وبيكون ريك واموحوتب متعلقين كده في قمه جبل وتحت منهم نار جحيم، وبيقول لايفا تاخد اليكس وتهرب لان المكان خطر عليه، لكنها بتواجه الخطر وبتروح تنقذه، وفي نفس الوقت بيطلب اموحوتب من انيك اللي واقفه تتفرج عليه تنقذه، لكنها بتهرب وبتسيبه، فبتصعب عليه نفسه وبيرمي نفسه في الجحيم للابد. ولما بتهرب انيك بتقع في وسط الصراصير دي كمان وبنخلص منها، وبيكون ريك وايفا واليكس وجوناثان على الهرم، والارض من تحتهم كلها لعنات وما ينفعش ينزلوا على الارض دلوقتي، وبيكونوا متحاصرين من كل حته ومش عارفين يتصرفوا ازاي. وفجاه بيلاقي ان ايزي صلح المنطاد وواقف قدامهم بيه وبيقدر ياخدهم وينقذهم، وبيشوفهم ارت سباي وهما ماشيين وبيسلم عليهم قبل ما يمشوا. بس كده يا صديقي وبيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لهنا انتوا اجدع ناس. ما تنساش تقول رايك في التعليقات، ولو في اي اقتراحات تحب نعملها احنا بنقرا وبنرد على كل التعليقات. هسيب لك 4 اقتراحات ل4 افلام لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم. وفي الاخر كالعاده ما تنساش اخواتك من دعواتك، وصلى على النبي محمد. سلام.